السلام عليكم، مرحبا بكم في ايبيزود جديده ديال هذا البودكاست هذا اللي كنعاودوا فيه الجورني ديال لي ستودون ديال الميديسين. اليوم جانا ايتوديون من الاردن، واحد ايتوديون اللي دوز بزاف وضحى بزاف باش يوصل لافاك ديال الميديسين واخا بعيد على بلادو. مرحبا بك سي محمد. مرحبا أخي محمد، شكرا على الاستضافة الكريمة. مرحبا بك في طنجة. الله سي يسعدك. محمد، عاود لينا على راسك. المهم قول لنا على راسك وعرف أوكي، أنا راسك بالبداية بس حاب أحكي إنه ما بدنا ننسى شهداء غزة واللي بمروا فيه، يعني اوكي. الله يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم يا رب وينصرهم. دونك أنا محمد أبو دياب. بدرس، طالب أردني، يعني بدرس في فاس اف ام بي دي اف. اوكي. ذاتس ات. طالب alright. طب، يعني اوكي. كفى كلمة اوكي. طب لحالك. محمد كتبت عليه روايه من طرف صاحبه، كتعاود على القصه ديالو من الباك حتى وصل لافاك ديال الميديسين، كيفاش دوز يعني المشاكل اللي كانوا عنده، الصعوبات ديالو. هي هذه روايه بعنوان سيروتونين. محمد، شنو تقدر تقول لنا اللي خلات القصه ديالك تكون سبيسيال باش انها تكتب؟ هلا احنا بشكل عام خليني احكي بالاردن، انه عندنا الميديسين هو تخصص صراحه، يعني اغلب الطلاب خاصه اللي بيدخلوا الفرع العلمي يعني بيركزوا انهم يدخلوا ميديسين. بالتالي انا عشان ما خرج لي ميديسين اول مره، يعني كافحت عشان يعني يطلع لي ميديسين. لما عاودت لكاتب الروايه اللي هو شرف الدين عبابني، طبعا بدي اوجه له تحيه. آه، شاف انه القصة فيها نوع من الاختلاف شوي، وممكن تكون ملهمة لفئة من الطلاب، خاصة طلاب الباك. وهو اصلا يعني موهوب بالكتابة، فصار في اجتماع للآراء. يعني القصة بين قوسين ملهمة، وهو بيعرف يكتب اصلا، فاتفقنا انه اوكي ممكن يكون في اشي حلو ان شاء الله. والحمد لله اوكي. يعني، والحمد لله يعني احنا طبعنا طبعة سولد اوت. اوكي. ما بقى ولا نسخة، يعني هذه النسخة هي الوحيدة اللي بقت عندي. اوكي. ودابا موجودة على الانترنت فري لأي حد بحب يقرأها. ايوا مزيان، بعدا اللي لقينا بعدا غير وحده. الحمد لله. اوكي. عاود لينا زعما الشغف ديالك بالطب، زعما كيفاش هلا يعني الشغف كنتي مستر؟ بالطب، أنا بحس طلاب الباك بشكل عام بيكونوا مقسومين لقسمين. في قسم بيكون محضر حاله للطب من زمان، هو بغى الطب، وفي لا. أنا صراحة كنت لا، هاي الصدمة يعني. كنت بالبداية لا، أو رافض، وأحس إنه سنوات طويلة وهكا. أنا في عندي شغف أصلا بموضوع أقرأ عن التخصصات، أعرف هذا التخصص وين، هذا التخصص وين، يعني بحب التخطيط، ما بحب إنه أمشي هيك على الله، يعني بحب كل إشي يكون مخطط. بالتالي فاش بديت أقرأ عن الميديسين، حسيت إنه هو من التخصصات اللي يعني بيناسبني أنا كمحمد كشخصيتي. يعني مثلا أنا من النوع اللي أحد جوانب شخصيتي إني ما بحب العطلة أبدا، قليل ما، يعني بحسها 3 أيام 4 أيام كافي. أكتر لا. فحسيت انه هذا التخصص كثير يعني بغيته بفيد. هاستل كلتشر زعما؟ اه هاستل كلتشر زعما؟ يعني تقريبا. اوكي. وسألت صراحة كثير طلاب، في أصلا أصدقائي لي كانوا بدرسوا طب شجعوني. المشوار تبعه صراحة رائع، اوكي. وبلس زيد عليها أنه أصلا إحنا عندنا بالأردن تخصص طب من التخصصات الجميلة جدا كقيمة يعني. اوكي. واخا قول لنا دابا تاثير هاد الروايه على الحياه ديالك والصداقه اون جينيرال، يعني بعدا تاثير هاد الروايه هاديه بعد ما تكتبات وتنشرات والناس قراو وعرفوا جانب من الحياه ديالك الشخصيه، زعما اصلا واش زعما ما تخوفتيش في الاول زعما، ولا قلت يعني الحياه ديالي غادي تنشر والناس غادي يقراوها وهذا يعني؟ يعني كيف جاتك يعني حتى قلت واخا يعني؟ هي صراحة بالبداية كان مخيف الوضع، يعني ما بكذب عليك. احنا كتبناها لما كنا في سنة اللغة في الرباط. اوكي. حسيت انه يعني ممكن حد يقرأ القصة ويعرف جوانب انا ما كنت بدي احكيها اصلا، لانه اصلا القصة ما كان الكل بيعرفها، يعني قليل. بالتالي كان في تخوف، لكن شرف كان عنده رؤية ثانية، يعني قال لي، يعني قال لي انه فاش تنتشر الرواية ان شاء الله وتوصلك مسجات، وتوصلنا بشكل عام مسجات انه في طلاب قرأتها واستفادت واخذت منها امل وطموح، راح يعني تنبسط كثير. وفعلا يعني احنا مرات، مثلا قبل شيء اسبوع يمكن حد تواصل معي بنت من الاردن، بالصدفه، يعني شوف في غلاف الروايه عليها سناب شات، هي اوكي. عامله كود سناب، وقالت قالت لي انه قراتها وصراحه كثير اعطتني دافع وهيك اكمل بمستقبلي.
فهذا احسن شيء يعني. واحنا اصلا عملناها يعني مشروع غير ربحي يعني، ما اخذنا منه اي شيء، لانه احنا الهدف منه فقط كان الهام الطلاب. اوكي، تجربه، نشر التجربه وداك الشيء. جميل. اوكي، وتحفيز اوكي. الحمد لله. جميل. وي، والصداقه زعما اون، شنو تقدر تقول زعما على الصداقه يعني التاثير ديال الصداقه يعني من البا ولا اون يعني اللي في هذه الوقيته هذه اللي كنت نتينا يعني يعني في حاله ضغط ولا المهم ما كنتش على راحتك يعني. قصدك في الباك ولا من بعد ولا بشكل عام؟ يعني ماشي في الكومفورت زون، يعني في هاد الجورني ديالك كامله باش من الباك توصلتي لافاك ديال الميديسين. هلا خلينا نحكي مثلا حاليا دابا الصداقه مهمه بزاف، لانها هي كتعويض عن غياب الاهل يعني. فتاثير الصداقه بيكون كثير مهم يعني. واصلا يعني مفهوم الصداقه بالنسبه لي انا كمحمد عميق بزاف يعني، ما كنت شوفوش حاجه هينه يعني. انت صديقي كان عاونك بزاف، خاصك تعاونني يعني. بحاول باقصى الطرق اني احاول اختار صداقات مزيانه باش تعاون، لانه الصداقات بتعاونك في اوقات الاحباط، في اوقات الضغط النفسي، وبنفس الوقت بتوصل معك مثلا لما يكون في عندك تحديات، انجازات معينه، تخطيط، بدك تفكر لقدام يعني. ما بتقدر بوحدك تمشي اشياء. فالصداقه بالنسبه لي صراحه شيء عميق يعني بزاف. اوكي. في القصه ديالك واحده من اهم المراحل اللي فيها هي فاش نهار تقبلتي في الفاك ديال الميديسين. عاود لينا على داك النهار، قبل من داك النهار، بعدا هذا نهار لا ديك ينسى. 12/10/2017 يوم لا ينسى يعني. هلا احنا كالتالي انه احنا فاش تبغي تقرا طب خارج الاردن خاصك تقدم طلب للوزاره. هم كل عام بيغيروا السيستم، بس انا راح احكي عن عامي. كتدخل معلومات ديالك وصافي، في دول معينه وغادي يبعثوك عليها. كان في مصر، تونس، المغرب، وارمينيا، ورومانيا. انا اطلعت على كل الدول الخمسه، قلت اي واحده بتطلع لي موافق عليها الا المغرب. بخرجوا اللي يعني اللائحه الرئيسيه ولائحه البدلاء. انا ما طلعش اسمي لا بهادي ولا بهادي. فبقيت جالس كنفكر طيب شنو ندير. قدمت بشكل عام للفاك عندنا في الاردن، طلع لي هندسه مدنيه وقبلت. قلت يعني على الاقل اني امشي شويه واستنى استنى اذا صار في اي مجال يعني للطب. بس انا ما كنت اداوم، ما كنت مبسوط اصلا يعني ابدا. دازت علي ايام سيئه يعني. صافي انا بغيت طب، وزيد عليها اني مشيت على وزاره التربيه والتعليم، بقيت اقول لهم انه اذا بغيت اعيد باك مره جديده يعني باش نحصل ميديسين. صافي يعني. بيوم من الايام بفتح على موقع وزاره التعليم العالي، بلقى اعلان مكتوب انه في مقاعد طب للمغرب ومصر. قلت صافي انا بروح عشان مصر يعني ان شاء الله. نمشي هناك، قالوا اوكي مصر لا، المقاعد خلصت، ده باقي المغرب فقط. واحنا في الاردن 12 مدينه، فكل مدينه لها مقعد واحد يعني. احنا 12 طالب فقط غادي نخرج للمغرب. صافي قالوا كل مدينه غادي ننادي الطلاب ديالها وغادي نوزع الطلاب حسب النقاط ديالهم بالباك. احنا ما كانش عندنا الكونكور، بس نقطه الباك هي المهمه. اوكي احنا كانوا اللي جايين فقط 5 طلاب. رتبونا، انا كان ترتيبي الرابع. قالوا الاول واحد بدك المغرب، قالوا لهم لا. الثاني بدك المغرب، قالوا لهم لا. الثالث بدك المغرب، قالوا لهم قالوا لي صافي روح وان شاء الله يعني خير يعني، ان شاء الله مره جديده بيطلع لك. انا قلت صافي خلاص انتهت القصه يعني. روحت بحالي، بقيت هيك جالس كنفكر شنو ندير. قلت صافي الحمد لله على كل شيء وان شاء الله خير. الاسبوع اللي بعده، الثلاث اللي بعدها، لقيت نفس الاشي في اعلان. ما اعرفش دابا امشي ولا ما امشيش. المره الماضيه مشيت، قلت صافي غادي نمشي. مشيت نفس الشيء، قالوا في مقاعد وغادي نرتب. كان في جاي 4 وانا كان ترتيبي الجوج. الاول قالوا له بدك المغرب، قال لهم قالوا لي صافي توكل على الله. روحت وصافي خلاص يعني. عشت في الدار، كنت عند دار خالتي بوقتها، وصافي طفيت الموبايل وصافي صحيت. بعديها شيء العصر تقريبا، بفتح هيك الموبايل واطلع، لقيت في رقم غريب اتصل علي. ورقم الوزاره من كثر ما اتصلت عليه اصلا يعني حفظوني. فهديت واللي هو بيحكي لي محمد ابو ذياب في مقعد للطب للمغرب وهيك. فانا من الصدمه، هو ايش بيحكي لي اسمع خذ لك يوم فكر وثاني يوم ترد لنا خبر. قلت له لا صافي انا موافق. قال لي طب العائله؟ قلت له موافقين ما عليك. طلع الدري اللي اخذ المقعد اللي هو الاول، بعد ما رجع الدار قال لهم صافي ما بغيتش، وقبلت الحمد لله. سلمت الورق في اسرع وقت. اوكي
ما كانش تردد صافي لا قلتي لا الحمد لله لا وصلت. مستحيل. اوكي الحمد لله. مصيبة. اوكي عاودت لينا دابا شنو بان لك الفرق بين بعد داك اللي كتعيش، يعني الفرق اللي كتعيش دابا بين الأردن والمغرب؟ لا صراحة أنا كنت شاش بعد. متخوف، أنا كنت متخوف في البداية، مم. حيت قارة إفريقيا قارة آسيا، والمغرب أصلا بعيدة كتير بزاف. مم. ولكن فاش جيت الحمد لله، يعني إحنا عرب مسلمين دائما بتكون ثقافتنا واحدة، ما كاين اختلاف بزاف. مثلا اللغة، إحنا مثلا بالأردن كنستخدم العربية بشكل كامل تقريبا. هنا في المغرب العربي مع الفرنسي مع الأنجلي بنفس الجملة عادي، ما أعرفش كيف اوكي. تزبط معكم. آه، اللغة، الماكلة صراحة إحنا يعني الأكل الأردني تقريبا بعيد بزاف عن الأكل المغربي. العادات مثلا أذكر لك موقف، مثلا برمضان إحنا عندنا المطاعم كتحل بزاف طول اليوم، كل شيء كيحل، يعني بيحضروا لما بعد الإفطار. اوكي احنا في المغرب لا، كل شيء كيقفل كل شيء المطاعم، سد. فكيبقى اختلاف. ولكن الحمد لله يعني كعرب مسلمين بتجمعنا دائما هدف واحد وشيء واحد. ودابا تنستي مع المغرب زعما. طبعا صراحة، يعني بحمد الله سبحانه وتعالى دائما على نعمة المغرب صراحة، الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله. اوكي واخا شنو شي حاجة كتعجبك في الثقافة المغربية؟ الثقافة المغربية صراحة أكثر إشي بيعجبني إنه فيها بزاف الجنسيات. احنا عندنا بالأردن كاين جنسيات، ولكن أنتم عندكم أكثر، بحال مثلا الدول الإفريقية بزاف بيجوا على المغرب، احنا ما كاينش عندنا هذا اوكي فكتتعرف على ناس من بلدان أخرى، مثلا كتعاشرهم كتتكلم معهم، كتحس في اختلاف بزاف ديال اوكي. وفي الكوزينة ديال المغرب شنو الحاجة اللي كتعجبك تاكل؟ صراحة الطاجين، يعني الطاجين طاجين. عندكم وأنا أصلا من الأردن، يعني قريت عنه وكنت باغي نجربه، والحمد لله يعني تجربته ويعجبك؟ مزيان اوكي صراحة. وحنا جبنا لك اليوم شوية ديال الحلوى التقليدية ديال المغرب، مرحبا بك. الله يسعدك. اوكي دابا قول لنا الفرق بين الميديسين عندنا وعندكم. اوكي، اول شيء اللغه، احنا بالاردن بالانجلي، بالمغرب بالفرنسي. زيد عليها النظام نفسه، مثلا احنا ما عندنا اكزام واحد في السمستر، عندنا تقريبا 4 اكزامات. احنا في اكزام واحد، هي صراحه لها ايجابيات وسلبيات بنفس يعني الوقت. بحال دي سي سي كونتخ كونسولي زعما. لا، كاين مثلا كل شهر في امتحان كاين بيكون جزء من العلامه الكامله. احنا العلامات عندنا من 100 ماشي من 20، اوكي بحال دي بتكون سي سي. مثلا 20 20 20 40، فهمت اوكي يعني انه بعد اوكي كل شهر تقريبا اكزام. رايت. هي شوي بتحيد الضغط عن الطالب، مثلا اكزام ما دوزتوش مزيان كتدوز اللي بعده مزيان. شوي المغرب لا مختلف اوكي حنا في كتبقى النظام. تقرا حتى الاخرين لي بارسيال في الاخرين ديال الدورة كيتجمع لك كل شيء. بحال المواد اصلا احنا عندنا اكثر شيء السيستم الامريكي، يعني اوكي في نظام بالطب بسموه السيستم، انك بتقرا سيستم الجاسترو مثلا على سبيل المثال، بتقرا الامبريو ديالو، الايستو ديالو، الفيزيو ديالو. بينما بالمغرب لا، بتقرا الايستو بوحدها، الامبريو بوحدها، الفيزيو ديجستيف بوحدها، وهكذا، يعني ما ماشي كاين بفصل يعني. ماشي زعما. احنا مرتب اكثر يعني، بوجهة نظري يعني بحس النظام الامريكي. اوكي ماشي حنا بحال خلطين زعما عندنا لي موديول مع بعضياتهم لي سون موديول يعني احنا قلت لك مثلا بنبدا سيستم الجاسترو، بتقرا الايستو ديال الجاسترو فقط، الامبريو ديال الجاسترو، اوكي الباثو ديال الجاسترو، فهمت؟ اوكي اوكي صافي تسالي الجاسترو تمشي لسيستم اخر، مثلا الريسبي، الدرماتو، وهكا. اوكي حنا كنديروا الفيزيو كامله بوحدها، اه طب بوحدها كامله، الاناتومي كامله احنا بوحدها، كنموت كنعاني هيستو كامله ولكن بوحدها. الحمد لله. اوكي لكن الحمد لله. اوكي دابا واش تقدر تقول لشي طالب اردني يجي للمغرب زعما؟ الصراحة النصائح، في بزاف ديال النصائح صراحة يعني. اول شيء يركز على موضوع اللغه، يعني الموضوع الفرنسي كثير بتساعد بزاف، يعني الصعوبات اللي راح يواجهها بتكون قليله. ويحاول كثير يتعرف على الشعب المغربي. صراحه الشعب المغربي من الشعوب اللطيفه والطيبه يعني، وحسنه العشره، فهمت؟ أه ما يقيد حاله باي شيء، يعني اذا اجى على المغرب يحاول يتعرف، يدير صداقات مع الطلاب، يعني يتعرف اكثر على طلاب مغاربه، يتعاون معهم. طب المغرب يعني من التخصصات اللي ممكن تتيح لك كثير تعمل فيها نشاطات بلس الدراسة، بحال مثلا الكلوبات وهكا، الكرفان، الرحلات، وبس يعني، ويركز بدراسته الله يوفقه. اوكي دونك دخلتي مع داك لو فاس و دخلت واحد المرة صراحة من اوكي التواصل الصحي، اوكي و
كانت هي بوقت شوي كوفيد، فشوي كان في خطة، ولكن الخطة ما تنفذتش بشكل كامل عشان كوفيد. ولكن يعني الكلوبات تبارك الله عليهم كي يقوموا واجب مزيان. ولكن من قدرتي بينهم يعني دوكس فويس طبعا. اوكي، ولكن قدرتي يعني تدخل تندمج يعني في البارا يونيفرسيتير صح. يعني. خاصة مع اللهجة مثلا ديالي، ما كان حسش في صعوبات بفهم الناس حوالي، يعني فاش نتكلم معهم صافي. انا كان افهم الدرجة مزيان يعني، ولكن شوي الهدرة فيها شوية صعيبة. اوكي دار. اوكي، والديك واش كانوا كيأثروا عليك بريسيون؟ حنا اللي قرينا الروايه ديالك وشفناك مثلا الاوقات ديال الدراسه كانوا بحال ما بلوز موان ساكري مقدسه، وكنتي مثلا كتبقى غير في البيت ديالك والديك دابا ساعات كيجيو كيسولوا فيك وهذا، زعما واش حسيتي ان والديك كانوا عاملين عليك شي بريسيون؟ وهذا الضغط هذا واش كان عنده يعني شي اثر، وواش كان عنده اصلا يعني واش افونتاج ولا يعني عامل ايجابي عامل سلبي في باش انك. بشكل عام دور يعني الأهل بشكل عام. أولا بدي أحكي عن الرواية، إنه الرواية هي مقتبسة، ولكن يعني مقتبسة من قصة حياتي، ولكن فيها جزء للمعالجة الدرامية، وتسويقيا لازم يكون في أحداث تشد القارئ. فما بينفع إنه يذكر بالتفصيل الممل، لأنها ممكن ما تشد قاع الناس. وانت عارف الرواية انت ما بتكتبها لفئة من الناس، انت بتحاول تلم جوانب كثير من الناس، بالتالي هي مقتبسة، يعني فيها أشياء ممكن ما تكون صارت حقيقية. بالنسبة لدور الأهل، هلا الأهل يعني دائما راح خاصة الباك، مرحلة الباك عندنا في الأردن مرحلة حاسمة، يعني أنتم شوي الكونكور ممكن يساعد، إحنا لا، الباك هو الأساس. دونك الباك خاصك تركز مزيان، تقرأ مزيان، تزيد عدد القراية، ساعات القراية، تنقص عدد ساعات النوم. آه، يعني والدي مثلا كان دائما يقول لي إنه مثلا أحمد زويل كان ينام باليوم 5 ساعات. أنت ليش بتنام 8؟ بقول له بس هذاك أحمد زويل. فشوي يعني كان في اشياء خاصها تركز عندهم، يعني انه انت مثلا جيب النقطه اللي بدك اياها، الكلام المعروف انه جيب النقطه اللي بدك اياها واحنا بنخليك تختار. هي بتكون خدعه بس يعني مش مشكل، الله يسامح. فكان دورهم، وطبعا هم اكبر دعم يعني بنفس الوقت. كممارسه ضغط صراحه ماشي بزاف، حيت انا اصلا يعني الحمد لله طول حياتي كنت من المتفوقين، فهم صافي ديجا متعودين علي اني راح اكون متفوق يعني ان شاء الله، والحمد لله. اوكي، من الحاجات اللي سمعنا عليك انك حافظ القران حامل لكتاب الله. الحمد لله رب الحمد لله. العالمين. فوقاش بعد حفظت القران؟ انا حفظته تقريبا عمري 13 عام. كان في اوكي. مشروع ان عمل عندنا في الجامع، يعني احدى جامع حومتي، اوكي. حفظ القرآن في سنتين، وانا سجلت فيه في سنتين. ويعني احنا كنا في المدرسة وبتبقى تحفظ بأيام المدرسة وكل شيء يعني بتذكر. والحمد لله سنينا مع المشروع، يعني كان عمري 15 عام. عامين حفظته كامل؟ الحمد لله. كيفاش كيكون زعما يعني اون باراليل مع القرايه يعني؟ صراحة من يعني باراليل كان بالأسبوع مثلا 3 أيام بالأسبوع، بالعطلة طبعا رك عارف بيزيدوا الأوقات باش أفونسه. والحمد لله صراحة يعني كانت من أحلى الأوقات اللي عشتها في حياتي، ما أعتقد راح أعيش أحلى منها لحفظ القرآن. والقرآن يعني أفضاله كثيرة، يعني إذا بدنا نحكيها يمكن نضل من هون لبكرة، يمكن يعني بيعاون بكل شيء في مجالات الحياة، والحمد لله يعني رب العالمين. اوكي. الحياه ديال في لافاك ديال الميديسين كيكون فيها ستريس، كيكونوا الامتحانات، لي بريباراسيون، نقاط كتبقى تسنى خايفان توتر، شنو تقدر تقول لنا؟ دونك الحمد لله انه في المغرب في صفة جميلة في موضوع اللافاك في السيستم ديالها، يعني انه النقاط ماشي شي حاجة، يعني صافي بتفرح فيها اليوم وصافي غدا خلاص، وما غاديش تدخل معك من بعد، يعني ما بيرتبون على شي ترتيب معين او شي حاجة. على عكس الأردن، احنا عندنا بالأردن متعودين بالنقط، واعتقد حتى عندكم في المدرسة مثلا كتكونوا آه، تحب تكلاسي مثلا رقم 1 رقم 2. فبالتالي أنا جاي من بيئة احنا مركزين على النقاط، فبالبداية كنت أواجه صعوبة، يعني أنا أخرج من الإكزام أكون فاليدي بس فاليدي بس حسب النقطة مش فاليدي. فداك الشيء كيدخل بالستريس بزاف، وخاصة تزيد البريباراسيون، وزيد عليها انه انا اصلا شوي يعني انا ما عمري درست فرنسي، درست في الرباط في سنة اللغة. دونك الموضوع صعب يعني، انا بدي اركز على اللغة، وبدي اركز على الاكزام، وبدي اركز
على الاشياء اللي خاصة تيجي في الاكزام، واركز على كل إشي، يعني كل إشي بدي. لقيت انه لا، هذا الإشي مش صح. وضلت اسال طلاب، يعني تواصلت مع كثير طلاب على قصة انه كيف نحيد الستريس، هاي الاشياء. في فن اسمه فن إدارة الوقت في الامتحان، يعني ان شاء الله بنحاول ننجح فيه. وصافي بطلت النقاط شي حاجة، يعني صار الواحد مبدأه في الحياة، خاصة بالميدسين، يعني مبدأك في الحياة انك تركز وتكون عندك المعلومات الصح، تفيد فيها المريض لما تصير بسنوات الكلينيك. اوكي. وكيبقى لك الوقت المهم اللي عرفنا انك يعجبك تقرا، وان باراليل مع الميديسين زعما كيبقى لك الوقت تقرا يعني كتب اخرين وهذا، يعني المهم قراءات يعني متنوعه. شنو تقدر تقول لنا زعما يعني كيفاش يعني كيبقى لك زعما الوقت باش تبقى يعني تقرا حاجات هكا، وشنو الحاجات اللي كيعجبك تقراهم، وشنو الاثر ديال القرايه يعني عليك زعما اون باراليل يعني الحاجات اللي ماشي ميديسين انا صراحة من احد هواياتي يعني القراءة. اكثر شيء بحب الروايات، وفي عندي كتاب هذول بكون استنى بالرواية تنزل. يعني على سبيل المثال مثلا كتاب مصريين، في واحد اسمه محمد طارق، الكاتب محمد طارق حفظ الألقاب طبعا. الأستاذ محمد صادق بالأردن، الكاتب أيمن العتوم. حتى بالمغرب في كاتبة اسمها ريهام اليماني. اليوم أنا جاي يعني على طنجة، خلصت كتاب بعنوان باسمها، يعني اسمه ريهام. آه، كنت أقرأ فيه يعني. فالقراءة صراحة بتأخذ جزء كبير من وقت الفراغ ديالي. طبعا هي بدها يعني كمان مود، يعني مرات صراحة بكون بلوك عندي، مش جاي على بالي أقرأ حتى لو ما عندي شيء أعمله. ولكن كان حاول إن نوفق بينها مثلا بين الدراسة. حتى مثلا مرات لما أروح على السيرفيس مثلا، كان نكون مثلا جالسين كندير والو مثلا، صافي سالينا الأشياء المهمات اللي علينا التاسك، ببلش أقرأ يعني. وأنا بحب أقرأ PDF، يعني ما بعرف أقرأ كتب. ورق. يعني هي السيراتونين هي الكتاب الوحيد اللي قرأته ككتاب. بحب أقرأ PDF. فدائما مثلا على البي سي، على الايباد، على الموبايل بقرا، فبسهل اصلا الموضوع. يعني الموبايل انت عارف رك شده طول اليوم. بتساعد صراحه بكثير اشياء يعني، عن جد. يعني هذا مش كلام صحافي ولكن بتعيشك حياه مش زي اللي انت عايشها. خاصه انه الروايات، خاصه مش الكتب، الروايات يعني فن عظيم، فن واسع، يعني عالم آخر يعني. في يعني مثلا من أحد الآداب مثلا بالروايات، في أدب اسمه أدب السجون. مثلا هذا بيعيشك تجارب، يعني لا سمح الله ممكن أنت ما تعيشها أصلا في الحياة، وإن شاء الله يعني ما تعيشها، ولكن كيعيشك تجربة ناس آخرين، كتشوف كتستفيد منها بزاف يعني. بزاف وأنا بكون أقرأ مثلا، بكون أعمل سكرين شوت باش نعاود نقرأ ديك الحاجات. بعملها عندي على الفيفورت على الموبايل. ومرات كثير مثلا بكون مرات داون هيك اوت اوف ذا مود، بفتح بصير اقرا، كان احس براسي الحمد لله يعني اوكي. انجزت. دابا في هاد المسيرة هادي ديالك كاينة شي حاجة سميتها الندم؟ آه، هلا الندم حاجة اللي بشكل عام، يعني الندم كلنا بنندم، يعني بيكون لحظات بتيجي الواحد فيها بندم. ولكن عقارب الساعة هيك بتدور، ما بتدور هيك. اوكي. فالعيش في الماضي بتعب. يعني أعطيك مثال، أنت لما تكون ماشي بالسيارة، والمراية اللي بتكون ما بعرف شو بتسموها، يعني اللي بتعين فيها المواقع عشان تشوف ريتروفيزور. اللور اوكي. والقدام. ريتروفيزور. إذا بقيت بس بتطلع عليها، يعني تطلع اللور، لا قدر الله قاعد تضرب حادث، فهمت؟ اوكي. فبالتالي خاصك شوي شوي، يعني بتطل طلة وبتطل قدام شوي، بتعمل توازن عشان يصير في توازن. ولكن الندم ما بيفيد، ما بوصل إشي. يعني في قصة كنا نأخذها اسمها حين لا ينفع الندم، العنوان ديالها ما كيف تشوالو. فصراحة كان حاول صراحة، أكيد طبعا بتجيني لحظات بكون فيها بدي أندم، بس كان حاول نذكر حالي إنه هذا الوقت اللي أنا بضيعه وأنا بندم، لو أعمل فيه إشي أفضل ممكن أوصل بمكان أحسن من المكان اللي أنا فيه. اوكي. ودابا بما انك يعني دوزتي بزاف ديال السنوات يعني كتعاود باش توصل لفاك ديال الميديسين، وهذه اللي كتوقع عند بزاف ديال الطلبه، حتى حنا معنا يعني، حتى حنا ماشي غير نتينا وبزافينا كاملين تقريبا. ما عمرك هكا ما قلتي يمكن الطب ماشي ديالي، ما ماشي؟ هلا شوف، بدي أحكي بس أول إشي شغلة، إنه أنا عاودت، بس أنا كنت جبت المجموع الهندسة.
يعني مجموع الميدسين هو اللي ما جبته، فهمت علي؟ نعم. يعني بحال عندكم ممكن انت تجيب ما تجيبش الكونكور ديال الميدسين، ولكن انت مخلص الباك وعندك الشهاده الباك وكذا. اوكي. صراحه انا يمكن عشان كنت داخل الميدسين، انا قلت لك يعني حياتي ماشي شوي على التخطيط، فانا لاني كنت داخل الميدسين وعارف انه صافي قارئ عن هذا المجال وحابه، فوقعت لي واحد المره صراحه. كانت فتره امتحانات وراك عارف ستريس بزاف. قلت والله يمكن يعني مش اكيد، يعني يمكن اختبار من الله سبحانه وتعالى عشان اراجع تفكيري اروح على مكان اخر. ولكن بعد الامتحان بتلاقي لا الحمد لله، يعني دائما بحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الطب صراحة. اوكي. وتبغي تكمل في المغرب، تمشي شي بلاصه اخرى، ترجع الاردن؟ الصراحة الخيارات مفتوحة دابها مع موضوع البيكوت مازال مش عارفين فين غاديين نمشي. ما زال صراحة الخيارات مفتوحة، يعني ما بعرف، ممكن المغرب، ممكن الأردن، ممكن برا. أصلا ما يعني أنا دائما الخطوات اللي بحاول أعملها بحاول أتأنى بالخطوة وأقرأ كثير عنها. يعني أنا الآن بسأل في مرحلة الأسئلة عن الاختصاص، لكن إنه مكان معين ما زال ما اخترت. اوكي. ومحمد، عجبتنا الكونفرساسيون معاك، كانت واعره. شكرا بزاف حيت جيتي عندنا ولبيتي نداء وجيتنا من فاس، وكنشكرك ومرحبا بك ديما عندنا في طنجة. وصلنا للنهاية ديال الابيزود ديالنا. كنشكرو كاديو اللي عاونتنا باش نخرجوا هذه الحلقة. and under every white coat lies a story that keeps it bright. هذا هو الكونسيبت اللي كنأمنوا به في هذا البودكاست هذايا. بليز الا كنتو كتفرجوا فينا ولا كتسمعونا من اي بلاتفورم، تابوناو معنا وبارطاجيو بزاف، ونشوفكم في الابيزود الجاي. Cap Radio.